فاحنا يا جماعه بنقول اهتموا بخطه التحفيز. كل دقيقه بتتمرنيها دلوقتي هتوفر عليكي ساعات ساعات من الولاده، ساعات طويله من الولاده. انت هتكوني في عرض يعني ساعه اقل. فاهتموا فعلا بخطة التحفيز، اهتموا بالتمارين، تمارين مهمة جدا، اهتموا بالبيمروز اويل. تخيلي واحدة بدأت ولادة وهي لا عنق الرحم مترقق ولا البيبي داخل الحوض، فتاخد وقت طويل جدا عبال ما عنق الرحم يترقق، وبعدين عنق الرحم يتوسع، وبعد ما يحصل التوسع تقعد لها 3 ساعات كمان، ساعة ساعتين ثلاثة عبال البيبي ما ينزل، أقصى حاجة 3 ساعات عبال البيبي ما ينزل ويدخل جوه الحوض ويوصل لعنق الرحم. فكل دي اوقات احنا بنختصرها في خطة التحفيز، ان احنا بنساعد ان عنق الرحم يكون طري فيختصر فترة الترقق، وبنساعد ان البيبي يكون دخل جوه الحوض وفعلا نزل جوه الحوض، علشان نقلل من الوقت اللازم ليه ان هو يوصل لعنق الرحم. فخطة التحفيز مهمة مهمة. انا لسه كنت حاضرة ولادة مع من اسبوعين. هي الام دي ما كانتش ملتزمه بخطه التحفيز، ويعني كانت اللي هو تحط مرة البريمروز اويل وتنسى اسبوع. التمارين مش قد كده، مش بتعملها كويس. ممكن بس كانت بتقعد على الكورة مثلا، دي كانت الحاجة اللي كانت ملتزمة بيها. الولادة بتاعتها يعني مش عاوزة اخوفكم، بس هي الولادة قعدت تقريبا 34 ساعة. 34 ساعة قعدت ما يقرب من 18 ساعة وهي 2 سنتي طلق شغال، بس هي لسه 2 سنتي. كانت بدأت بواحد سنتي، واحد ونص، اتنين، تلاتة، 18 ساعة. كل ده كان في الترقب. كل ده قضيت ال 18 ساعة دول بس في الترقب. وبعد كده بدأ التوسع بعد ال 18 ساعة، وبعد ما وصلت لل 10 سنتي البيبي كان عالي. قعدت 3 ساعات وهي متوسعة 10 سنتي قبل البيبي ما نزل. فاحنا يا جماعة بنقول اهتموا بخطة التحفيز. كل دقيقة بتتمرنيها دلوقتي هتوفر عليكي ساعات ساعات من الولادة، ساعات طويلة من الولادة. انت هتكوني في عرض يعني ساعة أقل. فاهتموا فعلا بخطة التحفيز، اهتموا بالتمارين، تمارين مهمة جدا، اهتموا بالبيمروز اويل.